omuntu eyetuze mu Busiraamu bamusalira omuntu eyetuze mu Busiraamu bamusalira السؤال الأول شيخ هذا يقول السائل يسأل ويقول حكم من قتل نفسه حكم الانتحار هل نصلي على هذا الشخص الذي قتل نفسه؟ إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ثم أما بعد. مقدمة في أتاندسي أتندز الله نوكساير واشتبه نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الانتحار هو من أعظم الذنوب عند الله عز وجل. أغامبا أوكوتا جيغامو كمازامبي أغاسينغو بنيني وماسوغا الله تبارك وتعالى. بل هو أعظم الذنوب بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. أغامبا زامبي دينينيو ولفاني مالوا الشرك الزامبي أويريداو وكبانتي ومونتو يتا. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. شوفوا الله تبارك وتعالى يتغامبا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله temubugezako kuba ngamutto omwoyo gukatonda guyagana okutta okujjako mu mazima. وقال ربنا سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Allah tabarak wa ta'ala natugamba nti temugezangako okwetta mazima Allah tabarak wa ta'ala jemuli wakisanyo. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن قتل نفسه فيما ذكر عليه السلام من تردى من جبل يعني من صعد فوق الجبل ثم ألقى بنفسه ومن تردى من فوق الجبل قال فهو يتردى من فوق الجبل في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا والعياذ بالله. أغامي أنتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم nategeeza n'agamba omuntu yenna yenna agezaako okwetta n'ayambuka ku lusozi waggulu n'ayagala aveeyo yeesuule ng'abantu bwe bakola oli n'ayambuka ku kizimbe waggulu ne yeesuula nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba omuntu oyo Allah tabarak wa ta'ala ajja mmuteeka mu muliro jahannam abeere nga alinnya ku lusozi waggulu mu muliro abeere nga buli ssaawa avaayo bw'atyo ng'ekikolwa ekyo akiddiŋŋana lubeera paka. وقال صلى الله عليه وسلم ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. نبي صلى الله عليه وسلم n'agamba omuntu yenna yenna eyetta n'ekintu n'owettisa oba ssasi oba butwa oba kyonna kyonna nabbi yagamba Allah tabarak wa ta'ala ajja kubonereza n'ekyo ekintu ku lunaku lw'enkomerero. ولكن لابد أن نعلم بعض الأشياء المهمة في مسألة الانتحار. na agamba nti waliwo ensonga enkulu ze tulina okumanya ku nsonga y'okwetuga. أولا ekisooka أن الانتحار هو من أعظم الذنوب عند الله عز وجل. nti ekisookera ddala okwetta ge gamu ku mazambi amanene mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. ثانيا kyewakubiri أن الانتحار ليس بكفر ولا بشرك والعياذ بالله. ekirala tutegeere nti omuntu eyesse aba takaafuwadde ate aba takoze shiriki. فنقل غير واحد من أهل العلم agamba batubuulira atali omu mu bamanyi أن أهل السنة متفقون nti abali ku madhhabu aga ahlu sunna beegatta على أن المنتحر ليس بكافر nti omuntu eyesse aba si mukafiiri بل هو مرتكب لكبيرة من أعظم الكبائر عند الله عز وجل. wabula aba akoze ezambi agamu ku mazambi amanene mu maaso ga Allah tabarak wa ta'ala. ثالثا ekyokusatu على أن المنتحر يعامل كعصاة المسلمين. omuntu eyesse tukolagana naye oba tumukwata ng'abasiraamu abalala abajeemu. يغسل anaazibwa ويكفن era azingibwa
ويدفن في مقابر المسلمين era aziikibwa wamu n'abasiraamu إلا إنه okuggyako ye لا يصلى عليه من أهل العلم abamanyi ennyo bakaŋŋaŋa tebamusaalira يعني يصلي عليه عوام المسلمين abasiraamu ba bulijjo be bamusaalira nti أما العلماء wabula abamanyi لا يصلون عليه tebamusaalira لماذا؟ lwaki زجرا لغيره basobole okuziyiza abalala okuba nti nabo beetuga وتحذيرا لغيره n'okuba nti baziyiza abalala tebakikola ولذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم kyovula kijja mu hadithi nti nabbi waffe muhammadin sallallahu alaihi wasallam الذي رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه hadithi وارضاه eva ku jabir bin abdillah allah musiime أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه بمشاقص nabbi saa sallama bamuletera omusajja nga yesse ما هي المشاقص؟ nga yesiziza السهام العراض kugamba omusajja oyo yali yesse naye ng'akosezza kano akantu ke bagira mu kasaale قطع براجمه والعروق يعني omusajja oyo kye yakola yeesala emisuwa n'agikutulakutula فشخبت دما يعني أخرجت الدم omusaayi الكثير ne guba nga gumuvaamu mungi حتى مات omusajja oyo n'afa فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم omusajja oyo ne babeera nga bamutwala eri nabbi muhammadi حتى يصلي عليه baamutwala eri nabbi amusaalire فرفض صلى الله عليه وسلم owekitiibwa nabbi n'agaana وقال صلوا عليه n'abagamba فصلى عليه الصحابة baswaba ne bamusaalira إذن nabwekityo لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم nabbi saa salama teyasaalira musajja oyo زجرا لغيره ng'ageza kuziyiza abalala وردعا لغيره n'okuba nti abalaga nti yakoze kikyamu era tebabeera nga bakikola ولكن هل ترك الصحابة الصلاة عليه؟ naye baswaba baaleka okusaayira omuntu oyo لا بل صلوا عليه nedda baswaba bamusaalira لأن المنتحر ليس بكافر okuba omuntu oyo yeetuze taba mukafiiri ولذلك في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه hadithi ya jabir bin abdillah allah musiime قال لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم yagamba nabbi saa sallama we yasenguka من مكة إلى المدينة n'ava e makka n'agenda e madiina هاجر بعده baasenguka oluvannyuma lwe الطفيل بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه tufayil bun amir radiallahu anhu وكان معه رجل من بني قومه yali n'omusajja yali ava mu bantu b'ekika kye فلما وصلوا إلى المدينة we baatuuka mu madiina فلم يتحملوا جوها kugamba embeera y'e madiina ekibuga madiina embeera yakyo tebakisobola obudde wetha yabakosa ne balwala الرجل الذي كان مع الطفيل بن عمرو مرض مرضا شديدا omusajja oyo yalina tufayil bun amir yalwala olwala olw'amaanyi فلم يتحمل المرض obulwadde ne bumuyitirirako فقطع البراجم بالمشاقص omusajja oyo n'abeera ng'atandika okukutula emisuwa gye ng'akozesa ako akantu ako ke bateeka mu kasaale فمات omusajja oyo n'afa فرفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه nabbi n'agaana okumusaalira ففي نفس الليلة agamba mu kiro ekyo kyennyini رأى الطفيل بن عمرو في المنام رؤيا tufayil bun amir yalaba ekirooto رآه في الجنة yalaba omusajja oyo ng'ali mu jjana بهيئة حسنة ng'ali mu mbeera nnungi وصورة حسنة ng'ali mu mbeera ekifaananyi kyalimu nga kirungi mu jjana ولكن رأى على يديه غطاء naye yalaba nga ku mukono gwe kuliko ebintu ebisibiddwako فقال ما فعل الله بك n'amubuuza musajja gwe wesse bwessi naye katonda kikyakkoledde فقال غفر لي بهجرتي مع النبي صلى الله عليه وسلم n'amugamba allah yansonyiye naye ng'ekyamuletedde okunsonyiwa olw'okubanga nasenguka kulw'omubaka nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yasenguka ne nabbi قال فما بال هذا الغطاء الذي على يديك n'amubuuza ono amulamusi n'amugamba ate bino ebisibiddwa ku mukono gwo فقال له إن الله عز وجل قال n'amugamba allahu azza wa jalla yagamba لن نصلح منك ما أفسدته من نفسك n'amugamba tetujja kubanga tukulongoosiza ebyo bye weeyonoonera ggwe kennyini أنت الذي قطعت يدك ye ggwe weyeesala omukono n'obeera nga okutula emisuwa فقال لن نصلح منك ما أفسدته من نفسك allah yamugamba tetujja kulongoosa ebyo byewayonoona n'omukono gwo فلما أصبح الطفيل رضي الله عنه وأرضاه bw'obwakeera okumakya ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم n'agenda n'agamba nabbi ekirooto kye yaloose فقال صلى الله عليه وسلم nabbi sallallahu alaihi wasallam وقد دعا له n'amusabira اللهم وليديه فاغفر
أي الله مسنو نوم كونو غوغو أو مسنو يعني اللهم أصلح له يديه. أما كل نبيات جزء مكونو يا الله نغوغو لونغو. وهذا دليل عند أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة على أن المنتحر لا يكفر. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ناغامبا نيوبجوريزي mu Qur'an Allah gamba tasonyiwa muntu amugattako n'afiiranga afiiddeko mu kugattako naye asonyiwa ezzambi lyonna eriri wansi wa shirik. والمنتحر لم يفعل كفرا ولا شركا. agamba ate yetuze abatakoze bukafiiri yadde shiriki. لكن ولا شك naye tewali kubuusabuusa أن هذا من أعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى. maaso ga Allah era tubeewaza okuba nti نسأل الله السلامة والعافية. saba Allah tukume era abasiraamu mwewale embeera nebekkaluubiridde etya saba nnyo Allah akutaasa embeera. والله تعالى أعلى وأعلم. Allah tabaraka wa taala yowaggulu era yasinga okumanya. Ekibuuzo ky'okwetuga kitegeerekese nti omuntu eyeetuga tumusaayira tumukolako buli kimu naye okwetuga muze mubi bannaye oba okwetta tubeerenga tukyewala. Ekibuuzo ekiddako omubuuzaabuuza n'agamba nti esswala y'omutambuze etandikirawa distance etya? Asail yas'al wa yaqul min aina yabda alladhi yusafir mata yabda alqasr wa ma hiya almasafa allati yaqsur fiha as-salah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد. نعم. مسائل القصر في الصلاة agamba amasala agakwatagana kukusala kuswala من أهم المسائل في شريعة الله عز وجل. agamba gegamu ku masala oba ensonga enkulu mu mateeka g'obusiraamu. لأن هذه المسائل عند العلماء هي من دقيق المسائل. agamba geno gegamu ku masala abamanyi oba ensonga abamanyize bayingira ddala munda nnyo ekigenze wala. لا سيما okusingira ddala مسألة القصر في السفر omuntu okusala ku swala ومسافة القصر ne distance omuntu gy'asayirako esswala والمدة التي يقصر فيها الصلاة n'ebiseera omuntu by'asayirako esswala. فلا بد أن نفهم ما دار حول هذه المسائل بفهم جيد. agamba bannaye wano tusaanye okuba nga tutegeera ebyetoololerawo mu kusala ku swala entegeera ennungi ennyo. وهذا السائل يسأل الآن سؤالين. agamba omubuuza abuuzza olwo ebibuuzo bibiri. يسأل عن المسافة التي يقصر فيها الصلاة. ekisooka abuuzizza distance gye tusayirako esswala. ويسأل متى يبدأ القصر. ate n'abuuza ddi omuntu agenda okutambula wagenda okutandika okusala ku swala. أولا ekisooka ما هي المسافة التي يقصر فيها الصلاة؟ distance ki omuntu gy'asayirako esswala. اختلف العلماء في هذه المسألة abamanyi baayawukana اختلافا شديدا. olwawukana olw'amaanyi. وجماع هذا الخلاف agamba ogezaako kuba nga tukuŋŋaanya enjawukana zaabwe. نستطيع أن نحصره في 3 أقوال أو 4 أقوال بإذن الله سبحانه agamba وتعالى. ebigambo ebyo tusobola bifunza mu bigambo bisatu oba bina. الأول ekigambo ekisooka وهو قول جمهور العلماء ekino abamanyi abasinga obungi kye baliko أن المسافة التي يقصر فيها الصلاة إنما هي 83 كيلو مترا. agamba nti abasinga obungi kye baliko ye muntu okuba nga kilometers ziwera 83. والحقيقة agamba era ekituufu أن ليس هناك دليل واضح agamba tewali bujulizi buli clear على تحديد هذه المسافة. nti omuntu okukomeka nti olugendo oba distance gyalina okutambula yeno. وإنما كان أحد العلل في اختيار هذا القول agamba nti ezimu ku nsonga ze baawa nga balonda ensonga eyo أن هذه المسافة هي التي يشعر معها المسافر بالتعب والمشقة. kugamba bo abalonda egundi eyo balaba nti awo omutambuze bw'aba afuna okuba nti atandise okuwulira obukoowu
n'obuzibu mweyo distance. ورد أغلب العلماء Agamba naye abamanyi abasinga obungi ne baddamu ekintu ekyo nga bagezaako okuba nti barefuting ekigambo kyabo بأن هذه علة غير ظاهرة. bagamba mu butuufu ensonga yaabwe wadde bajumhuru gye لماذا؟ naye teeyolese bulungi. Lwaki? الآن agamba kati يستطيع الإنسان omuntu asobola أن يسافر من أوغندا okuva e Uganda إلى دبي n'agenda e Dubai. آلاف الكيلومترات agamba waliwo kilometers nga 1000 plus وهو في الطائرة ng'ali mu nnyonyi لا يشعر بتعب ولا مشقة. n'atafunamu buzibu yadde n'okoowa. فكيف نقول إنه لا بد من وجود التعب والمشقة عند السفر؟ tugamba tutya mbu wateekwa okubaawo okukoowa n'okuba nti omuntu afunyemu obuzibu mu lugendo. والله سبحانه وتعالى Allah subhanahu wa ta'ala قال في كتابه yagamba mu Qur'an, وإذا ضربتم في الأرض، yagamba bwe mubanga mutambudde mu nsi, يعني بدأتم السير والسفر، bwe muba mutandise okutambula mu nsi mutandise olugendo, فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. Allah yagamba bwe muba mutandise olugendo tewali buzibu okubanga musala ku swala. فجعل ربنا سبحانه وتعالى Allah tabarak wa ta'ala yakifuula العلة في القصر في الصلاة nti ensonga omuntu gy'alina okutandikako okubanga asala ku swala هو الضرب في الأرض okubanga atandise olugendo, وليس وجود المشقة والتعب. wabula sigamba nti muntu kuba nti akoowa. فالحقيقة agamba ekituufu ليس هناك دليل واضح tewali bujulizi buli kiriya على تحديد هذه المسافة تحديدا، nti abamanyi okugamba nti zirina kuba kilometers 800, kugamba tewali bujulizi buli kiriya. وإنما قالوا wabula bagamba هذه المسافة distance التي يحدث معها المشقة والتعب، omuntu gyafunamu okuba nti akaluubirizibwa n'okukoowa. وهذه علة غير مرادة. agamba nti mu butuufu ensonga eyo teyeetaagisa. الثاني، ekyokubiri وهذا القول هو قول الشوكاني agamba kino ekigambo kya al-Imam Shawkani واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله era nga Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah era kyekigambo وغيره من أهل العلم n'abamanyi bangi أن المسافة في السفر nti distance omuntu gy'alina okukozesa nga atambula ترجع إلى العرف، kiddayo ku mbeera z'abantu. فكل ما عده الشرع كل ما عده العرف سفرا فهو سفر. nti iffe wano e Uganda kyetutwala nti safaari ekyo salako esswala, gwe muli kyowulira nti lugendo awo oba osalirako esswala. فقال ابن تيمية رحمه الله yagamba al-Imam Ibn Taymiyyah rahmatullah, إذا سافر الإنسان 100 كيلو متر omuntu bw'atambula kilomita 100 وهو في عرف الناس ليس سفرا nga mu mbeera z'abantu tebakiraba nga lugendo, فهذا ليس سفرا. eyo taba mu safaari. وإن سافر 10 كيلومترات naye bw'atambula kilomita 10 وهو في عرف الناس سفر nga ye mu mbeera z'abantu bakitwala nti eyo safaari, فهو سفر. eba safaari. والصحيح n'agamba n'ekituufu الذي أتبعه من كلام أهل العلم yagamba ye kyagoberera mu bigambo by'abamanyi أن المسافة في السفر nti gye bayita distance إنما ترجع إلى حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. agamba kiddayo mu hadithi bbiri hadithi z'owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهذا الذي ورد به الدليل ظاهرا agamba وواضحا nti ate zino hadithi ebbiri ziraga obujulizi obweyolese obulungi. من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، hadithi ya Anas bin Malik Mungu amsiime, ومن حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه، hadithi ya Imran bin Husayn radiyallahu anhu, ومن حديث أبي بصرة الغفاري ne رضي hadithi الله Abi عنه وأرضاه، Basra al-Ghifari. أن في الحديث عن أنس hadithi ya Anas gyetandise nayo أنه قال كان صلى الله عليه وسلم agamba nti yali omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam إذا خرج nga bw'aba atambula مسافة 3 أميال nga atambudde mayiro 3 أو 3 فراسخ. oba farasikhi 3 ze zimu ze mayiro. الفرسخ يساوي 3 أميال، bagamba nti farsakh emu ebaamu mayiro 3. يعني 3 فراسخ ب9 أميال. bagamba nti gundi 3 zibaamu mayiro 9. قال أنس إذا خرج 3 أميال nti bwe yatambulanga mayiro 3 أو 3 فراسخ، oba kugamba farsakh 3 gaye bweri farsakh emu ebaamu mayiro 3. وهذا الحديث عند مسلم رحمه الله. agamba hadithi eri Muslim. هنا شك الراوي، agamba atubuyira hadisi yabuusabuusa, يعني هو شك yabuusabuusa هل هي 3 أميال agamba yate agamba bazaali mayiro أم 3 هي 3 فراسخ. oba
farsakh meka sat farsakh tugambye zibamu mayiro farsakh ebamu mayiro meka sat kati tubuya hadith yabusa busana gamba tajjukiro ba zayi mayiro sat oba farsakh sat وعلى القول agamba nti wetugenda kukigamu بالاحتياطي okuba ku safe side بأن 3 فراسخ tugambe nti zadi farsakh sat والفرسخ 5 كيلو ونصف تقريبا farsakh zibamu kilo kam 5 كيلو ونصف تقريبا kilomita نعم mubamu nga kilomita 10 n'ekitundu تقريبا kugamba تكون المسافة من هذا الحديث kumpi gamba gundi kugamba ye distance yebamu farsakh نحو 27 كيلو متر agamba zibanga kilometers 27 وهذا الذي أتبعه من كلام أهل العلم agamba ye kyagoberera mu bigambo by'abamanyi وفي حديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه agamba walina hadith ya abi basrata al-ghifari أنه خرج من عقبة إلى الفسطاط yava mu kitundu kye uqba n'agenda fustat وكان في رمضان agamba yali mu ramadan فأفطر n'asuubulukuka وقصر الصلاة n'asala ku sola وكانت المسافة بين عقبة إلى الفسطاط 18 كيلو مترا agamba nti ye okuva e uqba okutuuka e fustat waliwo kilomita 18 فهذا الذي ثبت عن بعض السلف رضي الله عنهم وارضاهم ebyo byebimu ku binywevu okuva ku bamu ku batusookawo وهناك دليل آخر waliwo n'obujulizi obulala أن النبي عليه السلام nti nabbi waffe muhammadin كان إذا خرج إلى ذي الحليفة bwe yagendanga mu dhul hulayfa قصر الصلاة yasalanga ku sola فالذي عليه هذا الحديث agamba nti gwema ekiriko hadisi eyo الذي نستطيع أن نخرج منه gwema hadisi eyo gyetusobola okuvaako من حديث أنس hadisi ya anas أن النبي عليه السلام nti nabbi waffe muhammadin sallallahu alaihi كان wasallam إذا خرج مسافة 3 أميال أو قال 3 فراسخ شك gwema hadisi eyo eraga nti oba yatambula mayiro 3 oba farsakh 3 قال قصر الصلاة agamba yasala ku swala nabbi والذي أتبعه من كلام العلماء yagamba eyo hadisi gyagoberera أنه يقصر الصلاة nti omuntu asobola okusala ku swala على 27 كيلو ku متر kilometers 27 omuntu asobola okusala ku swala هذا أولا ekyo kyekisooka ثانيا ekyokubiri متى يبدأ القصر omuntu ono atandika ddi okusala ku swala قال ربنا سبحانه وتعالى allah subhanahu wa ta'ala وإذا ضربتم في الأرض agamba we muba mutambudde ku nsi فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة agamba tekiina mutawaana okubanga musala ku swala إذن متى يبدأ القصر nti gwa mutambuze حينما يبدأ الضرب في الأرض ng'otandise okutambula abamu muba mutambula n'otandika okusayida ewaka nedda olina okuba ng'otandise safaari أي متى ddi بعدما يغادر بيوت القرية التي يسكنها ng'omaze okuva ku mayumba ag'ekyalo ky'obeeramu لأن أبا بصرة الغفاري رضي الله عنه kuba abi basrat al-ghifari radiyallahu anhu لما خرج من عقبة we yava mu kitundu kye uquba متجها إلى الفسطاط ng'agenda e fustat خرج من البيوت yava mu mayumba ewuwe ku kyalo kye وركب السفينة n'alinnya eryato فصارت القرية خلفه kugamba eryato wekyatandika okutambula ekyalo kye ne kiba nga akyese mabega فلما صارت القرية خلفه ekyalo ekyali nti akyese mabega أخذ الماء وبدأ في الشرب yasuubuluka jjukira yali mu ramadan n'asuubuluka n'atandika okunywa بل كان صلى الله عليه وسلم yali nabbi muhammadin sallallahu alaihi يقصر wasallam الصلاة في ذي الحليفة yali ng'asala ku swala mu dhul وقد hulayfa ثبت عنه من حديث ابن عباس وغيره agamba kinywevu mu hadithi ya ibn abbas ne أن النبي عليه السلام nabbi muhammadin sallallahu alaihi ما wasallam أتم الصلاة في ذي الحليفة قط teyajjuzaako swala mu dhul hulayfa yadde يعني دائما يقصر الصلاة في ذي الحليفة we yali nga mu dhul hulayfa nga asala ku swala ذي الحليفة dhul hulayfa بينه وبين المدينة تقريبا 16 كيلومتر agamba nti okuva ku dhul hulayfa okutuuka e madina waliwo kilometers nga 16 فإذا بدأ الضرب في الأرض agamba omuntu oba otandise okutambula خرج من بلدته ng'otandise okutambula وصارت خلفه kugamba ekitundu kyo ne kiba nga kiri mabega okirese يبدأ في القصر awo otandika okuba nti مثلا ekyokulabirako أقول مثلا ana aishu fi luzira نعم إذا الإنسان يعيش في كمبالا omuntu wabeera wano mu kibuga kampala لوزيرو هذه داخل كمبالا luzira eri mu kampala tetugibala الإنسان يعيش في كمبالا omuntu wabeera mu kampala هو يسافر إلى جنجة agenda jjinja
متى تنتهي حدود كمبالا؟ ogamba di wa wetugamba nti boundaries oba ensalo za Kampala wezikoma تنتهي حدود كمبالا ensalo za Kampala zikoma عند هذا استاديوم مانديلا. agamba wali eri ku kisaawe ky'e Mandela لأن هذه بداية محافظة وكيسو. Namboole agamba awo tuba tutandise Wakiso. نعم. فهذه تنتهي كمبالا ثم تبدأ وكيسو. awo Kampala ewedde ate n'otandika Wakiso. فإذا وصل إلى هذا الحد bw'oba otuusa awo e Wakiso الذي تنتهي فيه كمبالا nga Kampala kati awo ogirese ويبدأ في محافظة أخرى، ng'otandise district endala هنا يبدأ awo otandika استباحة رخص السفر. awo oba otandise okuba nti bakukkiriza okukola buli mutambuze by'alina okukola هكذا. bwekityo kiri. أو مثلا إنسان يخرج من مكونو يذهب إلى إيغانغا مثلا، omuntu ava emukono ng'agenda Iganga هذا إذا وصل إلى جينجا oyo bw'aba atuuse Jinja يبدأ استباحة رخص awo السفر، aba akkirizibwa okuba nga لأنه لابد أن يغادر البيوت التي يسكنها olina okuba ng'ova mu kitundu kyo وما ky'obeeramu اتصل بها era mwana wattu أن يجعلها وراء ظهره. ogamba kasita oba ng'otandise okukireka لكن مثلا agamba ekyokulabirako لا يقول إنسان أنا أسكن في مينغو omuntu agamba nti abeera Mengo ثم أنا أذهب إلى وكيسو naga agenda Wakiso ثم هو يقصر الصلاة في كمبالا رود، agamba nti n'atandika okusayisa Kampala Road هذا لا يصح، agamba ekyo si kituufu tekikirizibwa لأنه لابد أن يغادر بيوت المكان الذي يسكنه. olina okuva mu kitundu ddala ddala n'ova mu district n'ogivaamu هو يسكن في كمبالا omuntu abeera Kampala لأن مينغو هذه قطعة من كمبالا، Mengo kitundu ku Kampala فما زال العمران متصل، kasita kibanga biri wamu biti awo oba tolina kukola ki فلا بد أن يخرج من كمبالا. olina okuva e Kampala كما هكذا ثم يبدأ باستباحة رخص الصلاة agamba awo okkirizibwa okuba Warukhasa ng'osala safar. kusala noera neki n'okuba nti ebikukkirizibwa okukola ng'omutambuze. هناك خطأ شائع جدا، agamba waliwo ensobi esaasaanye nnyo ku nsonga بعض y'okusala الناس kusala. يخرج للعمرة. abantu abamu bagenda mu umura الآن الظهر أذن في كمبالا، ne baaziina dhuhuri ng'ali mu Kampala هو يسكن في كمبالا abeera mu Kampala فيصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا. kugamba omuntu oyo okuba adde agenda mu umura ali wano n'atandika okuba nti asala ku dhuhuri ne ku asiri naye nga baaziinya akyalina يقول Kampala أنني سأسافر، agamba olw'okuba ngenda kutambula وهذه صلاة باطلة agamba بالإجماع، eswala eyo nfu abamanyi bonna bakyegattako swala eyo banfu لأن الله سبحانه وتعالى okubanga Allah subhanahu wa ta'ala إنما شرع استباحة رخص السفر yatukkiriza okubanga tutandika okukola ebyo omutambuze byakola في دار السفر ng'otandise okutambula mu ليس في دار الإقامة. ng'otoli woobeera mu kitundu أنت ما زلت مقيما، igwe ebbanga ly'omala ng'okyali mu kitundu أنت ky'omutuuze ما زلت مقيما، ng'okyalimu tokkirizibwa kusala ku swala فلا يحق لك. tokkirizibwa kuba nti osala ku swala قد تصلي الظهر والعصر oyinza okusala أربعا وجمعا، kugamba osobola okukkiriza osobola okusala dhuhuri ne asiri ng'osadde era kannyanya naye nga tosazeeko لكن لا تصلي قصرا، naye tosala ng'osazeeko لأن جمع الصلاة يجوز في السفر ويجوز في الحضر. agamba nti okugatta esswala kikkirizibwa ng'oli mu lugendo n'oba toli mu lugendo فلننتبه من هذه الأشياء عباد agamba الله. ebyo tulina okubimanya nti ali mu Wallahu ta'ala lugendo a'lam wa a'lam. yekka yakkirizibwa okusala ku swala ate ali mu lugendo takkirizibwa kuba nti asala ku swala. Se katumuyanza nnyo katuukiwe ebintu ebyo mubibeerenga mubigoberera era obitambuze bituuke ku bantu ojja kufunamu empeera insha Allah. Ekibuuzo ekiddako abuuza n'agamba nti tayammamu esaala eswala mmeka? Tayammamu esaala eswala mmeka? السائل يقول التيمم تصلي مع التيمم كم صلوات؟ لأن هنا بعض الناس يقولون إذا تيممت يعني التيمم تصلي بها صلاة واحدة فقط. إذا أراد أن يتأكد عنها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد. أريد أن أنبه في هذه المسألة تنبيها مهما. agamba ensonga ya tayammum waliwo ensonga enkulu gyagala okubanga asooka atubuulireko. هذه المسألة عند الفقهاء agamba amasala g'okutayammama mu bakugu mu bakenkufu mu ddiini اسمها bagayita هل التيمم رافع للحدث أم مبيح؟ لما ماشي تفضل. tayammum eba ekuggyeko okuba nti kugamba
tokyalina wuzu kati oteredde oba just ekukkiriza just kola ibada. هل التيمم يرفع الحدث الآن فقط أم هو مبيح لما تجب له الطهارة؟ ogamba tayammamu eno ekujjako obujja nti kugamba ekujjako kuba nti tolina wuzu okkirizibwa just kusala. Ekisooka بإجماع العلماء okwegatta kw'abamanyi أن الإنسان إذا تيمم nti omuntu bw'aba amaze okutayammama مع وجود الماء ng'amazzi wega abatamanyi tayammama amazzi kubanga tegaliiwo n'okozesa n'okuba wansi bwoti n'obeera nga weeseeyo gye bayita بطل تيممه بالإجماع. ekisooka ddala kasita otayammama ng'amazzi weegali okugamba biba bifu tayammamu ye beefudde. وإذا تيمم ate bw'otayammama وهو في حكم واجد الماء naye ng'olamulwa nti mwabo abakkirizibwa okutayammama ng'amazzi weegali, ما معنى هذا؟ kitegeeza ki ekyo؟ هذه مسائل والله يا إخوة لابد أن ننتبه لها انتباها شديدا. agamba bagande bapama agamasala tugalanga ag'okusagala naye tulina okuba nga tugeegendereza nnyo. الإنسان يصلي في مسجد القذافي omuntu ayinza okusaayira ogeza ku Gaddafi ليس هناك الماء، انقطعت الماء، abagenze ku muzikiti amazzi ne gabula يبحث عن الماء لا يجده. n'anoonya amazzi ne gabula. بعض الناس يقول أتيمم وأصلي. abamu bagamba nti ogenze just awo ku muzikiti twali mazzi ku muzikiti tayammama. لا يحق لك هذا بالإجماع agamba banna ekyo tekikkirizibwa لأنك في حكم واجد الماء. okubanga gwe olamulwa ng'amazzi we gali. تستطيع أن تخرج لمسجد آخر، osobola okuva ku muzikiti ogwo National Mosque oba Gaddafi n'ogende wala. تستطيع أن تشتري الماء، osobola okugula amazzi tekirina buzibu n'ogula mineral water n'omufunisa ما wuzi. زال هناك الوقت للصلاة. kasita ebbanga limalanga ebiseera by'esala bikyaliwo. يعني هذا لابد أن يكون مفهوما. agamba ekyo kirina okutegeerekeka obulungi. ولذلك في الأثر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه agamba waliwo ekijjibwa ku Umar radiyallahu anhu أنه ذكر ye إذا عدم القوم الماء في محلتهم في مكانهم nti abantu bwe babulwa amazzi mu kitundu kyabwe ورجوه في المكان الآخر ne basuubira amazzi nti gali mu kifo kirala قبل فوات وقت الصلاة nga we basobola okutuukawo ng'ebiseera by'essala tebinnakuggwako ينتظرون حتى يجدوا الماء balina okulindako okusaala okutuuka طالما أنهم سيدركوا وقت الصلاة. kasita baba nga bajja kusanga ebiseera by'essala. إذن nabwe kityo متى نتيمم؟ ddi we tutayammama إذا عدمت الماء. kasita oba nga amazzi gabuze. عدمته أين؟ gabuze gatya wa في مكانك w'obeera وفي من حولك. n'okwetoolawo noona amazzi tewali. وإذا أخذت في البحث عن الماء ate bw'oba onoonyeza amazzi ضاع وقت الصلاة. ogezaako ganoonya ebiseera essala bigenda kuggwa. حينئذ أنت عدمت الماء. awo tubala nti amazzi gakubuze. حينئذ أنت عدمت الماء. awo amazzi gakubuze. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى nabwe kityo yagamba Allah subhanahu wa فإن ta'ala لم تجدوا ماء agamba nti we munaaba nga temufunye mazzi عدمت الماء amazzi ne gabula فإن لم تجدوا ماء we muba nga temufunye mazzi فتيمموا. mubeere nga mutayammama. هناك مسألة لا أحب أن أذكرها، agamba waliwo amasala taaga agoogera. أنه ربما يكون مع الإنسان ماء omuntu asobola bbanga alina amazzi ويتيمم، n'atayammama. هذا في حالة واحدة. ekyo kiri mu mbeera emu. إذا كان إنسان مسافر omuntu waba mutambuze وانقطعت به السبل kwegamba nga amakubo أو مسجون obanga musibe وليس معه إلا ماء قليل لشربه، gakunyoga oli mu moroka tolina ogenda kujja moroka إن شرب الماء bw'anywa amazzi لم يكن هناك ماء للوضوء، tajja kuba na mazzi ge ga wuzu. وإن توضأ ate bw'afuna wuzu لم يكن هناك ماء للشرب يموت. tajja kufuna mazzi ga kunywa asobola okufa. حينئذ يتيمم awo atayammama مع وجود الماء. wadde amazzi weegali. ولكن لماذا؟ lwaki? لأنه إذا توضأ بالماء فقد حياته. kasita afunisa wuzu kijja mukosa okuba nti ennyonta ejja mutta. المهم ekikulu قال ربنا فإن لم تجدوا ماء Allah yatugamba mba temufunye mazzi فتيمموا. mubeere nga mutayammama. إذن لابد أن يكون الإنسان عادما للماء حتى يتيمم. omuntu alina okuba nga amazzi gabulidde ddala. ثانيا kyakubiri قال ربنا فتيمموا. Allah yatugamba mutayammame. ما معنى هذا؟ kitegeeza ki? أي أن التيمم هو بديل
الماء. kitegeeza tayamma mwene jja amazzi gabuze exchange mu mazzi nti amazzi we gaba tegaliiwo wotayammama. والعلماء ماذا يقولون؟ abamanyi ki kye أن bagamba البدل bagamba nti ekyo kiba kisuusiddwamu يأخذ حكم المبدل منه، kwegamba kitwala ennamula za kino kye bakyusizza mu muntu أي أن من تيمم nti omuntu atayammamye وبدأ في الصلاة n'atandika okusaala ثم لما انتهى من صلاته aba tannaba kumala swala وجد الماء amazzi ne gakyufude gajja صلاته صحيحة agamba esswala eba ntuufu وليس عليه الإعادة، tagiddamu لأن النبي صلى الله عليه وسلم kuba nabbi muhammadin saa sallama كما في الحديث nga kijja mu hadith أن رجلان abasajja babiri خرجا في سفر baagenda mu lugendo kandirezemu katono kasita amazzi gajja ng'esswala ewedde awo esswala teddibwamu. أن رجلان abasajja babiri خرجا في سفر baagenda mu lugendo فلم يجدوا الماء ne batafuna mazzi فتيمموا abasajja abo ne batayammama وصلوا، ne basaala فلما انتهوا من bwe صلاتهم baamala okusaala قال أحدهما للآخر omu yagamba omulala نتوضأ ونصلي مرة أخرى، amazzi baamala esswala amazzi ne galabika omulala agamba tufune wuzi tuddemu esswala فقال صاحبه لا، omulala nagaa siddamu ani gwomenya فهذا الآخر توضأ بالماء وصلى omulala n'afuna oli we yagaana n'afuna wuzi asaala والأول لم يصلي. omulala yagaana teyasaala فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه bwe وسلم bagenda eri nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam قال للذي لم يصلي مرة ثانية yagamba oli ataasaala gwakubiri أصبت السنة yamugamba otuukiriza sunna الذي فعلته هذا هو السنة، kyokoze kyekituufu وقال للذي صلى مرتين ate we yagamba oli yasaala ebiri لك الأجر مرتين، yamugamba gwe ojja kufuna empeera emirundi ebiri يعني مرة فريضة ومرة نافلة، agamba oluusi okugamba ogumu allah jamuwa nti asadde لأن النبي عليه السلام nabbi muhammadin نهى yagaana أن تصلى الفريضة في اليوم مرتين، yatugaana okusaala esswala ezaalalikiba olunaku emirundi ebiri. ثم oluvannyuma إذا تيمم الإنسان omuntu waba atayammama وصلى n'asaala الآن هو طاهر aba mutukuvu صحيح؟ kituufu يستطيع أن يصلي 5 صلوات osobola okuba nga tayammamu eyeemu بهذا التيمم، tayammamu emu esaala لا يشترط si أن يذهب فيتوضأ، nti oddemu otayammame يعني إذا صلى الفجر bw'obanga osadde subhi بتيممه ne tayammamu yeeyo وهو لم يحدث، kwegamba nga wuzu tennaba kuggwako لم يحدث kwegamba wobanga ولم يأتي بشيء ينقض طهارته nga tokoze kintu kyonoona wuduuyo فهو على طهارته omuntu oyo aba ويستبيح جميع العبادات era ibaada zonna omuntu alina بهذه uzaakola الطهارة. aba ajja kuzikola. والله تعالى أعلم. Allah yasinga okumanya ekibuuzo ekyo seeka tumweyanza nnyo era nakyo akituzeemu. Ekibuuzo ekiddako ono Zainabu Namutebi agamba Sheikh ayogedde kusanyuka nze mbuuza ku mataali galamulwa gatya in details. يعني هذه السائلة تقول تكلمتم عن الفرح، نعم، لكن أنا سؤالي يتعلق بالدف. نعم. تكلم عن الدف بالتفصيل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا ثم أما بعد. الأصل agamba nti ensibuko أن الدف ليس بجائز، nti ensibuko eri nti amataali tegakkirizibwa. ولذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما agamba kinywevu okuva ku Abdullah ibn Abbas radiyallahu أنه anhu قال والدف حرام yagamba waddufu haram, amataali gali haram لأنه من آلات المعازف، olwokubanga amataali ge gamu kuba ku instruments ومن ezikozesebwa الآلات okuba nti الموسيقية، bakuba ki bakuba almaazif ebireekaana. ولكن naye رخص الشرع في الدف obusiraamu bwatukkiriza amataali في 3 حالات. mu mbeera za mirundi esatu. الأصل أنه لا يجوز استعماله، agamba asulu eri nti ensibuko eraga nti amataali tegakkirizibwa, وإنما جاز في 3 حالات. wabula amataali gakkirizibwa mu mbeera za mirundi esatu. هذا الذي ورد به النص agamba ge galiko obujulizi.
من سنة النبي صلى الله عليه وسلم nkola ekitibwa oba mu njigiriza z'ekitibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam أنه يستعمل في العيد omuntu okuba amataali ku idi kikkirizibwa ويستعمل في العرس في الأفراح mu kuwasa eri ku mbaga ye bakube mataali ويستعمل عند قدوم الغائب من السفر omuntu abadde taliiwo ekiseera kye n'akomawo kadaama abadde bweru nadda ba mataali ومن الذي يستعمله kati aga mataali النساء فقط abakyala bokka be bagakkiriza okugakuba ولذلك ذكر ابن حجر عليه رحمة الله oba olaba Ibn Hajar قال amusaasire yagamba وإنما يضرب بالدف النساء yagamba abakuba amataali bakyala وليس للرجال أن يضربوا بالدف abasajja tebakkirizibwa kuba mataali فهذا من التشبه agamba omusajja okuba amataali kiri Alladhi- kwefaanaanyiriza الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم nabbi saa salama kyeyaziiza لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء omubaka wa Allah oba Allah yakolimira abasajja beefaananyiza abakyala إذن أبيح استعمال الدف للنساء abakyala bakkirizibwa okugakozesa في ثلاثة حالات mu mbeera ezo ez'emirundi esatu الأولى embeera esooka في العرس mu kuwasa embaga ey'okuwasa mu kuba amataali gamu وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم mu hadithi nabbi Muhammad sallallahu alaihi الذي wasallam حسنه بعض أهل العلم hadithi eno nga baalaba bamanya balamu nti hadithi nnungi قال أعلنوا النكاح yagamba mulangiire we muba muwasa واضربوا عليه بالدف n'abagamba mubeerenga mukubirako amataali فهذا للنساء ekyo kini naye kiri ku bakyala وأما في الأعياد ate ku ziidi ففي حديث عائشة رضي الله عنها hadithi ya Aisha radiyallahu ta'ala هذا anha حديث مشهور جدا hadithi emanyiddwa bulungi أن جاريتين nti waaliyo abazaana babiri كانت تضربان على الدف baalinganga bakuba amataali في بيت عائشة رضي الله mu عنها nyumba ya Aisha radiyallahu anha وكانت عائشة تقول يغنيان بغناء بعاث يعني بغناء نشيد الجهاد kugamba Aisha agamba nti balinganga abakubanga balinganga abayimba kugamba obuyimba obw'entalo فقال أبو بكر لما رآهما Abubakari agenda okujja akyadde ow'omubaka ajjukira muwala we Aisha yafuuka Qala- agenda okubasanga nga bali mu kkuba mataali أمزمور الشيطان في بيت رسول الله n'agamba emireereetu gye shayitaani music mumutadde mu nyumba y'omubaka wa Allah هذا يدل على ماذا؟ agamba ekyo kiraga ki على أن الصحابة رضي الله عنهم kiraga nti basahaba Mungu abasiime الأصل عندهم nti asulu oba ensibuko kubo أن الدف nti amataali آلة موسيقية kugamba instrument ekozesebwa ku music والأصل أنه حرام era asulu eri nti amataali gali haram وهذا الذي ذكره ابن عباس رضي الله era عنه Ibn Abbas kye yayogera فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق kugamba Abubakari bwe yayogera ekigambo ekyo nti mutadde قال okuyimba يا أبا بكر ebikuba bya shayitwani mubitadde mu nabbi addamu Abubakari tukakwate bulungi قال دعهما nabbi agamba Abubakari baleke bagende mu maaso فإن n'okuba اليوم يوم عيد n'agamba olwaleero lunaku lwa idi فاستثنى الشرع الضرب بالدف للنساء في يوم العيد kugamba shariya nebeera nti yayawulamu amataali gonna gali haram naye neyawulamu nti eri abakyala okugakuba ku lunaku lwa idi kikkirizibwa وكذلك في الأعراس era eri olunaku lw'embaga bantu bali ku mbaga era kikkirizibwa abakyala okuba amataali وكذلك عند قدوم الغائب era n'omuntu abadde yabula ng'amaze ekiseera taliiwo bw'aba akomyewo فإن النبي عليه السلام agamba nti nabbi waffe لما خرج في بعض أسفاره bwe yagendanga mu safaari ezimu ثم عاد bwe yaddanga فقالت امرأة له omukyala n'amugamba يا رسول الله n'amugamba owaayo omubaka wa إني قد Allah نذرت agamba neeyamye eri Allah أنك إذا قدمت nti bw'onaakomawo ضربت أمامك بالدف ŋŋenda kuba nga nkuba ettaali mu maaso go فقال عليه السلام nabbi sallallahu alaihi wasallam أما n'agamba وقد نذرت n'amugamba ekyo kye weeyamye فأوفي بنذرك bw'obanga kyekyo weeyamye فأباح لها ذلك صلى الله عليه nabbi وسلم sallallahu alaihi wasallama n'akkiriza omukyalo oyo okuba nti akuba amataali ولكن عباد الله naye baddu ba Allah إذا كان الدف يجوز استعماله في هذه الحالات الثلاث agamba nti bwe kibanga okuba amataali gakkirizibwa mu shariya mu mbeera eza mirundi لا esatu بد tugwanidde لا بد tugwanidde أن تكون الكلمات
ebigambo ebyo التي يتم التغني بها ebigambo ebyo bayimbisaamu مباحة وحلال birina okubanga ebigambo bikkirizibwa nga era ليس فيها halal معصية nga tebiri mu kujemera Allah ولا إشاعة لمنكر wadde okusaasaanya obwonoonefu ولا ألفاظ منكرة wadde okwogera ebigambo ebikyamu ولا الحث على الزنا wadde والفواحش والعياذ بالله. okukubiriza obwenzi n'ebigambo ebyobwonoonefu Mungu بعض أهل العلم agamba abamanyi abamu توسع في أمر الدف kugamba baagaziwa nnyo ku nsonga y'amataali فجعله في كل فرح bagamba abamanyi abamu bagamba nti buli kyakusanyuka kyonna bakuba فقال amataali عند حدوث النعمة abagamba omuntu ofunye وعند العقيقة والولادة kugamba ne kwakiika kuba amataali والصحيح والله أعلم n'agamba naye babyogera n'ekituufu أن يكون الدف agamba nti amataali ago مقصورا galina okubanga على ما ثبتت به الأحاديث agamba hadithi ziraga ebintu bisatu في السنة newankubadde النبوية. ng'abamanyi abamu baagaziwa والله تعالى أعلى وأعلم. Allah tabaraka wa taala yasinga okumanya sa amataali mu bufunze gakkirizibwa mu bufunze tegakkirizibwa aslan naye twawulamu embeera za mirundi esatu ekisooka bakyabe balina okugakuba ku mbaga nga waliwo safaari ne kuki ku mbaga nga waliwo safaari ne ku yidi ezennaku esatu newankubadde nga bamanyi abamu baagaziwa naye sheekh atugambye tukome ku ekyo lwaki abyogera nti olaba ababikola mwana wattu tubalabule nti bakyabe balina okugakuba ekirala bwe tulaba babikola abalala tetwanguwa bagamba nti oba boonoonefu oba bakafiiri oba ki yensonga lwaki agezaako okuba nti atubuulira embeera eyo kale barakallahu fikum tukomyawo ebibuuzo byaffe alina ekibuuzo kibuuze kiteekaawo wansi ku mukutu gwa Dawa TV wetuba oba ku TikTok oba ku Facebook oba ku YouTube ekibuuzo ekyo banga okiwandiikawo tujja kubanga tukisomera seeka akiddemu barakallahu fikum ala husni istimaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.